السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. النهاردة هنبدأ شرح يونت 7 الصف الرابع الابتدائي بعنوان الوحدة This is where I live. هذا هو المكان الذي أعيش فيه. أول حاجة هناخدها النهاردة الفوكابلري اللي هي الكلمات بتاعتنا. طبعا كلمات سهلة وبسيطة، كل اللي عاوزينك تردد ورايا. عندنا كلمة مدينة كبيرة يعني city. مبنى building. قرية village. عندنا غابة يعني forest. صحراء desert. واحة oasis. عندنا طبعا كلمة نهر يعني river. جبل يعني mountain. تعالوا نشوف الكلمات اللي تحت. عندنا طبعا كلمة إنسان human. زواحف riblettes. كوكب planet. وخلي بالنا الإي اللي قبل التي كوكب، لو شلنا الإي تبقى نبات. برج القاهرة كايرو تاور. نهر النيل ذا نايل. نهر الأمازون ذا أمازون. الأطول ذا لونجست. الأكثر ذا شورتس، وطبعا ديت اسمها صيغة تفضيل. الأكثر اتساعا ذا وايتس. نشوف الناحية التانية، عندنا كلمة اختبار قصير أو امتحان قصير اسمها كويز. عاصمة capital. ممتع أو شيق interesting. تعدد السكان population. فرع branch. سلحفاة turtle. تمساح crocodile. mountain home. استراليا. تعالوا نشوف تحت عندنا أفعال منتظمة وأفعال غير منتظمة. أفعال منتظمة زي كلمة يسافر أو ينتقل إلى traveled to. طبعا حطينا لها ed عشان ده فعل منتظم. والأفعال المنتظمة بنضيف لها دي أو ed أو ied. يخمن أو يفترض guess تبقى guessed. يجرب try الماضي منها tried. حذفنا الواي عشان قبلها حرف ساكن وحطينا مكانها ied. يفحص checked. يقرر decide حطينا دي بس عشان خاطر هي آخرها e. الناحية التانية عندنا أفعال irregular يعني أفعال غير منتظمة. يعرف no طبعا عندنا هنا كي silent، الكي ما تنطقش. يفعل do الماضي منها did. يجلب bring brought. يعتقد think صوت. تعالوا نشوف تحت عندنا تعبيرات وحروف جر هامة. عندنا أول حاجة مركز الأرض the center of the earth. كلمة earth أو the earth يعني الأرض. هذا يبدو مثل that sounds like. هيا أو تعالى come on. هيا عندنا كلمة اسمها let's خدناها زمان، بيجي وراها الفعل في الانفينيتيف اللي هو المصدر. مأوى أو mountain. كلمة home for. عندنا كلمة جميع أنحاء مصر the whole of Egypt. لست متأكد I am not sure. بالطبع of course. عندنا كم العدد how many. عندنا هنا في نص أو بوب كويز اللي هو اختبار صغير عشان تحل على الكلمات. تعالوا نبدأ نحل واحدة واحدة ونركز في الحل ده. There are too many trees. في أشجار and plants هنا من غير الإي تبقى ديت نباتات. بيقولك مكان موجود فيه شجر ونبات، أكيد طبعا ديت forest الغابة. زي climate. كلمة climate دي مهمة، الفعل ده مهم. climate يعني يتسلق. واحد بيتسلق نقط to see the city from the top عشان يشوف المدينة من فوق. هيتسلق النهر أكيد طبعا لأ. جبل. الصحراء oasis الواحة أكيد طبعا هيتسلق الجبل. ركزوا معايا. شوف اللي بعدها رقم 3. the نقط is a hot and dry place. كلمة hot يعني حار ودراي يعني جاف، مكان بيكون حر وجاف، يبقى أكيد طبعا desert يعني الصحراء. the library is the big. المكتبة بتكون ايه نقط next to the park جنب الحديقة، أكيد المكتبة ديت مبنى يعني building. the نقط of our city is about 10,000
بني آدم، يعني بقول لك في 10,000 واحد ساكن هناك، يبقى ده اسمه إيه؟ تعدد سكان population. طب ماشي، كايرو is the نقط of Egypt. أكيد القاهرة كلنا عارفين إن هي بتكون capital of Egypt، يعني عاصمة مصر. تعالوا نشوف تحت الحل بتاعنا بالظبط كده. عندنا ال general exercise، الامتحان على الدرس الأول. تعالوا نشوف نص الاستماع. عندنا بيقول لك ذا نايل، طبعا اكيد نص الاستماع بنسمعه من المدرس او بنشوفه من ورا، بيكون موجود نص الاستماع في اخر الكتاب. ذا نايل is the not river in the world. اكيد طبعا ذا نايل is the longest river in the world، موجودة في نص الاستماع. ذا نايل has two branches in Egypt. بيقول لنا عندنا النهر بيكون فيه فرعين في مصر. ذا نايل is very important، بيكون مهم. ذا نايل brings، بيحضر life to the whole of Egypt، بيحضر أو بيجلب الحياة إلى مصر. ركزوا معانا هنا في اللي تشوز. عندنا I can't، أنا لا أستطيع climb. قلنا كلمة climb يعني إيه؟ يتسلق. ذات مش هقدر أتسلق طبعا عشان هو عالي، يبقى mountain الجبل. Earth is the نقط where we live. الأرض بتكون اللي بعيش فيه. أكيد طبعا الأرض دي عبارة عن كوكب planet. I read an interesting article about، طبعا أنا بقرأ مقال ممتع عن نقط like crocodile، زي التماسيح، and snakes التعابين. يبقى أكيد طبعا reptiles يعني الزواحف. كايرو is one of the most famous in Egypt. القاهرة بتكون أكيد طبعا عندنا القاهرة بتكون مدينة، هتكون city من المدن. سيوة is an amazing، واحد سيوة اسمها واحة، تبقى oasis. how نقط branches does in the Nile have. الفرق عايز اقول النهر فيه كم فرع، رد علينا بإجابة قال كلمة two، يبقى أكيد طبعا هنا كام العدد how many. read the sentence carefully، اقرأ الجمل كويس. to نقط the meaning is difficult word، عشان تجيب الكلمة الصعبة. أكيد طبعا تخمن الكلمة الصعبة، يبقى كلمة يخمن يعني guess. ماشي، عندها كلمة the planet's largest riblets is the Nile، اسمها the Nile crocodile. تمام، تعالى نخش على القطعة. عندنا ركزوا معايا في القطعة عشان نقرأها كويس. عندنا بيقول the Nile is the longest river in the world. النهر هو أطول نهر في العالم، نهر النيل. the Nile has two branches، عنده فرعين. it brings life to Egypt، بيجلب الحياة إلى مصر. there are many people live near the Nile، في ناس كتير بتعيش بجوار النيل. the Nile is 6670، يعني 6670 كيلو متر، يعني طوله 6676 كيلو متر. طبعا that likes traveling to the center of the earth، ودوت يشبه انك تسافر الى center of the earth اللي هو مركز الارض. the Nile is home for different kinds of fish, birds and turtles. بقول لك ان النيل طبعا بيكون موطن لكائنات كتير او حاجات كتير زي السمك والطيور والسلاحف. the Nile crocodile، تمساح النيل lives it، تمساح النيل بيعيش هناك برضو. it helps farmers to grow many crops for people، بيساعد المزارعين او الفلاحين ان هم يزرعوا المحاصيل to eat عشان ناكل. it gives us water to drink، بيدينا مية عشان نشرب. cook طبخ and have shower عشان نستحمى. ماشي، تعال بقى بقول لك اول حاجة general idea of the text، الفكرة الرئيسية من النص. يبقى أكيد طبعا هو بيتكلم عن كلمة نايل اللي هو النيل. طب هنا the underline word نيل is the opposite، الكلمة تحتها خط اللي هي كلمة نير، عايز العكس بتاعها. كلمة opposite يعني العكس، كلمة opposite يعني عكس. عكس كلمة قريب يبقى أكيد طبعا far بعيد. تمام. summarize the text in one sentence، بقول لك كلمة summarize ديت يعني لخص. summarize يعني لخص، لخص له القطعة اللي احنا قرأناها دي في جملة واحدة. ممكن طبعا نقول ثانية واحدة.
ممكن نقول ليه أول جملة عندنا خالص تنفع، اللي هي the Nile is the longest أهي the Nile is the longest river in the world. النهر بيكون أطول نهر في العالم. تاني حاجة what animals live in the Nile، الحيوانات اللي بتعيش في النيل، أكيد طبعا قرأناها فوق، fish birds and turtles، اللي هو إيه السطر التاني من أول القطعة التانية. عندنا البنكتويشن اللي هي علامات الترقيم، وديت مهمة جدا. عندنا بيقول لك جملة the Amazon river is the widest river، أوسع نهر. أول حاجة كلمة ذا عشان جاي في الأول، أول حاجة تبقى تي كابيتال، ودي جملة عادية جدا، يبقى في الآخر هنفضل ماشيين وفي الآخر نحط إيه فول ستوب. تعالوا ركزوا معايا هنا على كلمة ذا نايل، هنا عايز باراجراف عن كلمة ذا نايل اللي هو إيه النهر. أول حاجة ممكن نستعين بأول جملة في القطعة، ممكن نقول the Nile is the longest river in the world، اللي هو أو أكبر أو أطول نهر في العالم. ممكن نقول إن هو كده طبعا عنده فرعين، the Nile has two branches، ليه فرعين. it's very important، بيكون مهم for Egypt، لمصر. طبعا قلنا إن هو بيساعد الفلاحين إن هم يزرعوا المحاصيل، يبقى نقول إزاي the Nile helps farmers grow their crops، يزرعوا المحاصيل. we can get water for it to drink، طبعا بنحصل منه على المية علشان نقدر طبعا ان احنا نشرب. وكده نكون وصلنا لحد اخر الفيديو بتاعنا النهاردة، وكده نكون شرحنا الدرس الاول وحلينا عليه وقرأنا الكلمات. لو عجبك الفيديو متنساش تحط لايك وتشترك في القناة.